وسهلا ومرحبا بكم متتبعي سيس بليس بمكناس، دائما في إطار تغطيات المعرض الدولي للفلاحة بمكناس في نسخته 15. نتواجد معكم في جناح التعاونيات وبالضبط في المجموعة ذات النفع الاقتصادي دار الزعفران بتاليوين مع رئيس مجموعتها محمد. السلام عليكم محمد، قربنا أكثر المشاركة ديالك في هذا المعرض هذا. شكرا على الاهتمام ديالكم بالمنتوجات المجالية المغربية، وبالضبط في هذا لابافيون اللي كيتواجدوا فيه لي برودوي تيروار ماروكان. حنا الان بهذا الرواق هذا ديال مجموعه ذاتنا في الاقتصادي دار الزعفران، وهذه دائما تنشاركوا في هذا التظاهره هذه اللي كنعتبروا هذه المناسبه هذه باش نستغلوا الفرصه ان تكون واحد التبادل ديال التجارب والخبرات مع المهنيين اللي تيتواجدوا في هذا الفضاء هذه ديال المعرض الدولي للفلاحه بمكناس في الدوره ديالو 15. وحنا كمجموعه ذاتنا في الاقتصادي دار الزعفران تنعرضوا المنتوج ديالنا اللي هو الزعفران تاليوين، اللي عنده واحد الترميز ديال لاوبي ديال تسميه المنشاه المحميه ديال الزعفران تاليوين، اللي المنتوج ديالنا تيخضع لمجموعه من المعايير. كاين معايير ديال دفتر التحملات ديال ابيلاسيون اوريجين بروتوجي، وكاين معايير ديال السلامه الصحيه للمنتوجات الغذائيه يعني لونسا. والمنتوج ديالنا يعني عليه الاقبال بصراحه، بحكم اننا كيف قلت انه كيخضع لواحد المراقبه من طرف الاطور اللي تتواجد في دار الزعفران. وبمناسبه نوجه الشكر ديالي للادارات الوصيه على سميتو لتوفير هذا الجناح هذا باش نقدم المنتوج ديالنا. والمنتوج ديال تاليوين كيف كيعرف الجميع انه له واحد التاريخ طويل في المنطقه، الزراعه ديال الزعفران في المنطقه ديال تاليوين عندها واحد التاريخ طويل، والخبره ديال الساكنه المحليه يعني عندها واحد الدور مهم في توفير هذا المنتوج رغم الاكراهات. عندنا الان دابا تحدي على المياه السقي، وبحكم المناطق الجبليه ديال تاليوين انها عندها واحد التقاليد، عندها العرف ديالها في التدبير ديال الماء وفي سميتو. داك الشيء علاش هذا هو السر اللي خلانا اننا نستمروا في هذه الزراعه هذه رغم هذه السنوات اللي كاينه ديال الجفاف. والزراعه ديال الزعفران راه واحد الزراعه اللي ما تتطلبش يعني ما عندهاش الحاجيات ديال الماء بزاف، ولكن كاين التحدي بحكم المغرب ديالنا يعني البلاد ديالنا دخلت في واحد العدد ديال الاستراتيجيات، من بينها الاستراتيجيه الوطنيه للمخطط المغرب الاخضر، اعطت واحد التحفيز، اعطت واحد الدفعه، ولا الاقبال ولا المغاربه تيبحثوا على المنتوج ديال الزعفران، ولا الزعفران ديال تاليوين معروف على الصعيد الوطني. وهذا الشيء كله جاب واحد المجهود ديال واحد العدد ديال الشركاء، من بينهم وكاله التنميه الفلاحيه لادال اللي عطات واحد المواكبه في التسويق، وكذلك وزاره الفلاحه بمكوناتها الاعلام ديالنا حتى هو كذلك، يعني واحد العدد ديال المؤسسات الاعلاميه اللي كتروج لهذه المنتوجات وخاصه المنتوج ديال الزعفران. واننا اليوم كمغرب تنافسوا واحد العدد ديال الدول في هذا المجال. تبارك الله عليك محمد على هذه المعلومات هذه اللي قدمتيها لنا. قربنا اكثر، علاش الزعفران غالي؟ هذا سؤال يعني بالنسبه انا كمزارع وكمهني في هذا المجال ديال سلسله الزعفران، انا ما كنعتبرش الزعفران انه غالي، بحكم خصنا بعدا نوعيو المستهلك. يعني خص المستهلك يوعى اولا الاثمنه اللي معروضه في متناول الجميع، لان كاين لهذا الثمن باش كنبيعوا حنا الزعفران من وراه واحد العمل كبير. يعني باش نحسبوا التكلفه الحقيقيه ديال الزعفران، يعني لا عرضناه ب 60 درهم راه الفلاح ما غيدي حتى حاجه. وحنا كنعرضوا لان الزراعه ديال الزعفران كيف قلنا في تاليوين يعني السر ديالها باش تبقى في المنطقه هي واحد الزراعه اللي هي عائليه، يعني عائليه. داكشي علاش كتلقى الفلاح ما كيحسبش الخدمه ديالته وما كيحسبش الى اخره. يعني كل كان كيحسب بحال اوروبا مثلا كيحسبوا كل شيء. دابا في اوروبا راه كيتباع الزعفران بواحد الثمن غالي بزاف اللي هو 40 اورو الى اخره،
وحنا هنا كناخذوا الزعفران تقريبا ب 35 درهم 40 درهم الى اخره، ولكن الثمن راه في متناول الجميع، لان كاين واحد العمل من وراه. كيف قلت لك حنا مثلا في دار الزعفران عندنا واحد التتبع ديال لا تراسابيليتي ديال المنتوج من الفدان حتى للمستهلك، هذا كنحفظوه بالضبط، عندنا داك الشيء مضبوط في لوجيسيال وفي سميتو. بالنسبه للمستهلك الوطني يعني ولا كيقلب على الزعفران، لان غرام ديال الزعفران باش تخلصوا ب 35 درهم بالنسبه لي ما غاليش، ولكن فين كاينه الخدمه خص التوعيه ديال المستهلك، لان داك الزعفران راه خصو الاستهلاك ديالو ماشي في مره واحده، 35 درهم ما غيستهلكش مره واحده. تبارك الله عليك سي أمحند، انت كفلاح قربنا اكثر ونبقاو في اطار ديال المستهلك. كيفاش يقدر المستهلك يميز ما بين الزعفران الحقيقي والزعفران المزور؟ المستهلك باش غادي يميز الزعفران الحقيقي والزعفران اللي هو غير حقيقي، انا النصيحه ديالو هو خصو يتوجه مباشره للتنظيمات المهنيه اللي كتحترم راسها، والتنظيمات المهنيه اللي عندها واحد تتبع للمنتوج، والتنظيم المهني اللي عنده الانتاج. ولكن هنا كاينه الدوله خدمات على هذا الشيء، اعطت مجموعه من الشواهد لهذه التنظيمات. مثلا غادي يمشي يبحث لواحد على واحد الترميز، مثلا واحد المنتوج اللي عنده واحد اللي كيحترم هذا الكايت شارج وكيحترم التيروار دو ماروك، كاين هذا الشيء دروك، يعني خصو يمشي ديريكت يقلب على سميتو داك الشيء. علاش دائما تظاهره بحال هذه الصيام ديال المكناس راه هو الضامن، هو كيضمن المستهلك انه داك الشيء اللي كيتوجد في هذا الفضاء راه تيجي ديريكت عند الفلاح، كيجي ديريكت من عند الفلاح. وكنزيدوا واحد المساله اخرى باش نميزوا المنتوج ديالنا، يعني المستهلك يعود يطلب لي زاناليز التحاليل ديال المنتوج، لان الزعفران ما فيهش غير شعره، ماشي نشوف الشعره ولا نشمو صافي راني خديت الزعفران، يعني خصني نبحث على الجانب العلمي، يعني واحد التحليله اللي غادي تبين لي صفرانال شحال، الكروسين شحال، البيكروكروسين شحال، وهذا الشيء كله ضروري ما غادي يوفروا الا واحد التنظيم اللي عنده واحد المستوى. حنا في دار الزعفران عندنا مختبر، ما كنبيعوا المنتوج حتى كندوزوه في واحد التحليله وكيدوز عند واحد اللجنه ديال الجوده، عاد كيدار في التعبئه. ما كان صالح راه ما يمكنش نديروه في التعبئه، لان اللي كيهمنا هما دوك ثلاثه د المكونات اللي هي الكروسين والصفرانال والبيكروكروسين، هذوما اللي كيهمونا حنا باش نوفروا المنتوج ديالنا للمستهلك في واحد المستوى. لان ملي غادي تاخذ الزعفران ديال تلوين وغادير له التحليله وغادي تجيب الزعفران ديال شي دوله اخرى، انا كنقول لك 100% غادي تلقى الفرق في المكونات، لان الخصوصيه ديال كل منطقه لابد خصنا نعرفوا بلي كل منطقه كتوفر على الخصوصيه ديالها. صحيح. وصراحه وحنا كنتفقوا جميع ان المواد الطبيعيه ديال بلادنا وخيرات بلادنا ما كاين محسن منها. مشاهدينا ومتتبعي سايس بليس، وصلنا للنهايه ديال هذه الحلقه هذه وهذه التغطيه هذه. اضرب لكم موعدا آخر في تغطية أخرى ومع تعاونية أخرى أو مع جناح أو رواق آخر. تابعونا.